السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. ان شاء الله النهاردة هنعمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعمليها وهتعجبك، مش مكتومة، بطعم وريحة تجنن. بس يا حبايبي اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش اللايكات والاشتراك في القناة. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الكفتة بتاعتنا الجميلة مع البطاطس الجميلة دي عملناها ازاي. اول حاجة هنا انا معايا نص كيلو من اللحمة الفراخ المفرومة، عندي صدور وراك اي حاجة، وهنا فلفل الوان، حباية طماطم، وهنا بقدونس واربع فصوص من الثوم، هنا بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات مشكلة، اي توابل انتي حباها حطيها. هجيب كل الخلطة بتاعتنا دي هنضربها في الكبة، الطماطم، البصل، الثوم. بعد ما ضربناهم كويس جدا انا هصفيهم من المية. ليه بقى؟ لان المية بتاعتي دي ممكن تخلي الكفتة بتاعتي تفك، فانا هصفيهم بعد ما ضربتهم في الكبة. وهنخلي المية بتاعتنا هقول لكم هنعمل بيها ايه وايه. بعد ما صفيتهم خالص بالميه كده ونزلت الميه اللي فيهم، خلاص كده انا هاخد التفل بتاع الطماطم والبصل والفلفل، خلاص هحطه انا كده على ده، هركنهم على جنب. اقول لكم هنعمل بيهم ايه. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي دي اللي انا صفيتها، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي عليها. انا عايزه الكفته دي بتاعتي متماسكه. هنعمل ايه؟ هنحط معلقتين من الدقيق ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده يا حبايبي بيخليها هشه ومش مكتومه، والدقيق ده بيخليها متماسكه جدا. ولو ما فيش دقيق، لو عندك بقسماط اللي احنا بنعمل بيه البانيه، ممكن نحط برضو معلقتين. ولو احتاجتيها ولقيتيها لسه طريه، ممكن نحط الدقيق او البقسماط لو متاح عندك. المهم ايه؟ تكون متماسكة معايا. وهنعجن كل المكونات دي مع بعض لحد ما تختلط مع بعضها، وبعد كده هسيبها نص ساعة ترتاح في التلاجة. وهنحط معلقة من الزيت على ايه مية البصل والطماطم بتاعتي دي. هنصبع بقى الكفتة بتاعتنا، هندهن ايدينا بالمية البصل والزيت، وهنصبع الكفتة بتاعتنا الجميلة دي. عندك عصيان بتاع ايه شيش طاووق، عندك معلقة، عندك السياخ بتاع الكفتة، اي حاجة متاحة عندك تعملي بيها ايه، تصبعي بيها الكفتة الجميلة دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، متماسكة جدا على السيخ، متماسكة جدا. وهنصبعهم ونحطهم في طبق. وبعد كده هنقول لكم على الخطوة التانية هنعمل فيها ايه. الكفتة دي يا حبايبي من اجمل واسهل الوصفات لكفتة الفراخ. عايزة تعمليها بصدور بس ماشي، المتاح عندك. لو هتعمليها بصدور ووراك تمام برضو، اللي انتي المتاح عندك. انا عاملاها بصدور واوراق. وخلاص كده بعد ما صبعناهم انا جبت الجريلا، حطيت فيه ايه معلقة من السمنة على الزيت. وبعد كده هرص كل الكفتة دي، احنا هنعملها على البوتاجاز من فوق. وهنرص الكفتة بتاعتنا الجميلة دي في الجريلا او طاسة ما كنش ايه بتلزق الحاجة فيها. وبعد ما نرصها كلها كده هنسيبها بقى اول حاجة على نار عالية، وبعد كده هنهدي النار بتاعتنا خالص. وهنرص الكفتة بتاعتنا بالطريقة دي، وبعد كده هنقلب على ايه الجنب التاني، وهتستوي معانا بطريقة سهلة على طول بإذن الله. وتنفع الكفتة دي لإيه؟ اللي بيعملوا دايت برضو، بتبقى جميلة جدا وخفيفة. هنقلب كله كده، وهنجيب على كل جانب ونقلب الكفتة بتاعتنا في الجريل، نحطها يمين وشمال على كل الجوانب كده لحد ايه ما تتحمر. وممكن بعد ما تتحمر كده يا حبايبي نحطها في صينيه، نحطها تحت الشوايه. بس هي والله جميله كده جدا، وايه هتستوي معاكي وهيبقى جميله وطعمها روعه.
هنا بقى بمية البصل والطماطم اللي احنا كنا بنصبع بيها هندهن بيها تديها ايه لمعة للكفتة بتاعتنا دي، وهندهنها كده. شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنقدمها مع بطاطس. عندي هنا بطاطس انا ايه قشرتها وحمرناها لحد ما اديتنا اللون الذهبي ده، وهنقدمها. لو عندك مكرونة بصلصة ممكن تقدميها معاها. الوصفة دي ممكن تقدميها تنفع للغدا. وهنا بقى نعمل السلطة بتاعتنا اللي هنقدمها مع الكفتة. خرطنا بصل جوانح، وهنا حبة من البقدونس، وحطينا ملح، وعندك هنا سماق عند اي عطار. وهنقلب الملح والسماق مع البصل، ويلا نقدمها وبالهنا والشفا. خلاص شايفين الكفتة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عملنا الكفتة والبطاطس، وجبة غدا سريعة جدا. اسيبكم في رعاية الله وامنه.